كاين معتصم بزاف معتصم مصطفى المعتصم غادي بالعير غادي معروفه ببالعير. حنا هنايا لمطالبه بتوفير هيئه الانصاف والمصالحه كما كتبين لنا من خلال قضيه بالعير ان مازال الاهداف اللي جات بها هيئه الانصاف والمصالحه مازال ما كايناش على ارض الواقع، مازال ما منفذاش. وهناك مازال اعتقالات سياسيه بدليل المعتقلين السياسيين في قضيه الانابه. مازال هناك انتهاكات خطيره لحقوق الانسان من خلال المحاكمات غير العادله ومن خلال تعذيبات المراكز السريه. نحن مناضلين لمجرد الأمة نزلنا اليوم إلى الشارع للتظاهر مع كافة الفعاليات الحقوقية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني لنعلن استنكارنا وشجبنا لعودة حالة الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلادنا ولتتمثل في الصفات والمعتقلات السرية والخروقات وغياب المحاكمات العادلة والمحاكمات السياسية. لقد أعادونا اليوم إلى سنوات الستينات حينما لقد أعلنوا في التسعينات أنهم قاموا بطي الصفحات الماضي، ولكن للأسف الواحد أن هذه الصفحة لم تطوى بعد بل فتحت صفحات أخرى مرسخة بالدم والاعتقال والظلم والبغي من أجل عرقلة التقدم المغربي ونمائه وحريته وديمقراطيته. نحن في حزب الأمة المحروم من حقه بالتعبير والتشكيل، والذي يعاني من اعتقال أمين العام في ملف مفبرك هو ملف ما يسمى بالعرش. هو مضرب اليوم ليس من أجل نفسه وذاته بل من أجل انعتاق المغرب، من أجل كل المظلومين، من أجل الإصلاحات السياسية والدستورية والديمقراطية. إنه إضرام من أجل انعتاق المغرب. ونقول للشعب المغربي ولقائدنا المعتقل ضمن نزورا أن نحن وراءه على العهد حتى ينعم المغرب بكل حقوقه. نداء المخزن كفى، هنا أقول كفى من الظلم، كفى من احتقار الشعب، كفى من المخزن ولمعيق الديمقراطية أننا صامدون، أننا لا ننحني ولن نركع أمام الظلم، أمام الطغيان، أمام التلاحم لكي نصبح صوتا واحد ضد الفساد ضد الظلم ولتحقيق بعض الأهداف التي جاءت بها هيئة الإنصاف والمصالحة. نداء إلى المجلس العسكري حقوق الإنسان اللي تبنى هذا هو المكلف بتصفيات هيئة المصالحة. أين هي هذه التصفيات؟ لا نراها على أرض الواقع. نقول المرواني قائدنا صبر الأخ المرواني، ففصل الحرية قريب والانعتاق قريب ونحن معك والله مؤيدك والله نصرك.
اعتبرنا هذه المحاكمه ديال مهزله حقيقيه ديال القضاء المغربي ونموذج حقيقي للطبيعه ديال القضاء المغربي اللي هو قضاء غير مستقل، قضاء يستعمل ويوظف من طرف الدوله لتمرير ولا استصدار احكام جائره، احكام قاسيه، احكام غير عادله. وهذه وحده من العديد ديال المحاكمات اللي استعملها فيها القضاء لتسيير حسابات سياسيه. اذا هذا مصطفى البقالي نائب رئيس جمعية المدونين المغاربة. المسيرة يعني تؤكد على أن الحقوق جزء أو كلها يتجزأ. أن الحقوق إما أن تعطى بكونيتها وبشموليتها، وإما أن لا ندعي بأننا نحترم حقوق الإنسان أو ندعو لهذه الحقوق. الحقوق إما كاملة أو غير مجزأة، إما تكون أو لا تكون. فبالتالي يجب، أنا أعتقد بأن الأولوية الآن هي أن نتصالح مع الماضي ونتصالح مع الحاضر لكي لا نضطر في يوم من الأيام أن نؤسس الإنصاف ومصالحة جديدة تتصالح مع انتهاكات 2010 2009 ومسألة 2003 وغيرها. أعتقد بأن الأولوية أيضا هو أن المواطن يجب على يعني المجتمع المدني، يجب على الدولة، يجب على المقررات التعليمية، على الوزارات المختلفة أن تربي هذا الجيل على حقوق الإنسان، لأن الآن كما قلت فالمواطن المغربي لا يعرف ما هو حقه وما هو واجبه. أيضا هناك مسألة أخرى مهمة، قبل أن تطالب بالحق هل سألت نفسك هل أديت واجبك؟ واجبك نحو الوطن، نحو نفسك، نحو دينك، نحو قيمك، نحو أخلاقك، نحو تاريخك، نحو مستقبلك. هل أديت هذا الواجب؟ قبل ذلك يمكن أن تطالب بهذا الحق.